لا ما احنا شكلنا كده مش ناوي يجيبها البر في موضوع افتتاح المتحف الكبير ده. يعني الدوله عامله شغل عالي، منوره لك الاهرامات من فوق، عامله لك ليزر باشكال مختلفه في السماء، ما هو احتفال عالمي بقى. الشعب المصري نفسه بقى بيحتفل بشكل تاني خالص. احنا جننا الاي اي معانا. شاهد قبل الحذف، الملك احمس بذات نفسه على العجله الحربيه بتاعته بيتمشى في شوارع القاهره. اوعى تكون فاكر ان الموضوع وقف لحد هنا. يعني معقوله الشعب بيحتفل بره واصحاب المتحف ذات نفسهم ما يحتفلوش بيه جوه؟ حقك تفرح طبعا، محدش يقدر يقول حاجه، بس الموضوع كبر شويه. صلي على النبي صلي على النبي. لا اهدى يا عم، احنا مش عايزين نخسرك. بس كله كوم، واللي بيتعمل في عمك رمسيس الثاني ده كوم لوحده خالص. عمرك تخيلت انك في يوم من الايام ممكن تسمع رمسيس الثاني بيغني راب؟ اهلا وسهلا بكم، يلا اعرفكم بنفسي، انا الحضاره والتاريخ اللي العالم درسني. انت سمعته وهو بيغني، ما شفتوش وهو بيرقص بالعصايه بقى؟ يا اخي سبحان الله، حتى الرقصه فيها هيبه. الشعب يسكت على كده؟ لا يمكن. قابل التعليقات. عند المقبره هيصه، ايزيس وزوريس هيصه، وكمان نفتيس هيصه، ورشوا المعبد ميه، دي عروسه رمسيس جايه. والستات تقول لك اوعى لها يا واد، اوعى لها، ده خوفه يبقى خالها. الرجاله ترد بقى اوعي له يا بت، اوعي له، ده خفرع يبقى زميله. انا بتهيألي ان رمسيس الثاني مستني بس الاحتفال يخلص والضيوف تمشي، يقوم قافل الباب بقى ويلف علينا كلنا بالحزام واحد واحد، وفين يوجعك.